تفتكر لو تعرضت لموقف واكيد اتعرضت له ان يبقى عندك سيزوناليتي وديماند عالي جدا وعندك ليميتد ريسورسز، بتشتغل على سبيل المثال 8 ساعات في اليوم، هتعمل ايه لو الشغل محتاج انك تشتغل 16 ساعة او 24 ساعة والعكس؟ فجأة يبقى عندك شورتج في الريسورسز وضغط عليك في انك ما عندكش available resources تكفيك انك تفولفيل الديماند. طيب هتعمل ايه علشان تغطي العجز ده في الريسورسز، او ان الكلاينت ما يبقاش محتاج دلوقتي الضاعة؟ الناس اللي عندي هتبقى قاعدة ما بتعملش حاجة، هيبقوا بياخدوا اجور ومش بيشتغلوا، هيبقى الماشينز دي موجودة وبيحصل لها ديبريشيشن واهلاك من غير ما استفاد بيها. الاجابة على الاسئلة دي كلها الاجايل سبلاي تشين. ازاي ان يبقى عندك المرونه والفلكسبيليتي انك تتحرك في ديفرنت موفز، رشيق تقدر تتحرك في ديفرنت دايركشن عشان تميتيجيت وتافويد اي ديستربشنز بتحصل لك من غير ما تاثر على الاداء بتاعك. الاجيليتي ممكن تبان في انك بتتحرك في دايركشن وفجاه تغير الدايركشن ده وتتحرك في دايركشن تاني، بس المومنتم بتاع الحركه ما ياثرش على ان يحصل عندك اي ديسربشن في الاورجانيزيشن. يقدر ان هو يحقق الموفز دي ويفولفيل الريكويرمنتس ويسويتش الدايركشن من غير ما يبان خالص ان في اي ديسربشن في البرفورمانس اللي بيحصل. هنتكلم عن الاجايل سبلاي تشين وهنتكلم عنها ونعرف منها ازاي بتاثر على الاوبريشنز وازاي ان هي جزء مهم جدا من السستينابيلتي اللي هنتكلم عنها في حلقه ثانيه ان شاء الله.